اوعى تفتكر انك هتترقى بمجرد انك بقالك سنين في الشركة. في ناس كتير بتيجي بعدك وهتسبقك، عشان الفرق مش في السنين، الفرق في العقلية والتصرفات. تعال اقول لك 3 حاجات تخلي المدير يختار حد غيرك للترقية. التعامل مع المشاكل. واحد، اول ما بتحصل له مشكله بيحصل له فريز، مش بيعرف يتصرف ولا يقترح ايه الحل المفروض ناخده. والتاني، بيجي بافكار نعمل لها ايفالويشن ونشوف ايه احسن حل نبدا بيه. الفيدباك. واحد اول ما يسمع كلام عن شغله يتقمص وتبقى مش عارف تكلمه. التاني بيسعى للفيدباك وبيسمعه وبياخده بهدوء وبيطور من نفسه. 3، التواصل. واحد انت مش عارف هو فين ولا بيعمل ايه ودايما بتدور عليه وحاسس انه ما بيخلصش الشغل. التاني يبعت لك ابديتس بانتظام، بيعمل معاك 1 on 1 كل شهر ويقول لك انجازاته، ودايما بيعمل اسكليشن للحاجات اللي محتاج منك دعم فيها او مساعده في اتخاذ القرار. الترقيه مش مرتبطه بالاقدميه، الترقيه بتيجي للناس الذكيه اللي بتسهل الشغل على مديرها والفريق بتاعها وفعلا بتضيف قيمه حقيقيه. فاكر انك تستحق الترقيه؟ راجع تصرفاتك قبل ما تقعد تعد عدد السنين بتاعتك. قولوا لي رايكم، ايه اكتر تصرف شفتوه بيوقف الترقيه؟ اكتبوها لي في الكومنتس. Let's Nova Minded.